السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعد تأجيل قرار لجنة الاستئناف ليوم 15 طبعا خلاص كل شيء اتضح كده وكل شيء بان. بس هو الأهلي مش محتاج مجاملات، يعني الأهلي بيفوز بالأربعة وبالخمسة، فمش محتاج إن أنت تجامله بقى بجوه الملعب وبره الملعب. شفنا نفس الهدف بتاع ناصر منسي، نفس الهدف بيتحسب لسيف مع النصر السعودي أمام الاتحاد السعودي، ونفس الهدف قدام صن داونز بيتحسب قدام صن داونز والأهلي. مش بس هو إيه، خلاص بعد جماهير الأهلاوية عارفين اللي بيحصل. عاجبني أوي الموضوع ده، يعني عاجبني الموضوع ده، إن في بعض الأهلاوية كده عارفين، مش بقى التانيين اللي يقول لك إيه، الأهلي عنده حق وهيتعاد. حق إيه؟ حق إيه؟ لو جماهير الأهلي ما راحتش، جماهير الأهلي ما راحتش، الأتوبيس ماشي على استاد القاهرة يلف يحود على مدينة نصر وتقول لي الأهلي عنده حق. العب الماتش وبعد كده احترض، العب الماتش وبعد كده انسحب، العب الماتش وبعد كده ما نشوفش المنظر ده. لكن اللي حصل النهارده بتأجيل القرار، انت عارف لو طلع النهارده بلعب بإعادة المباراة ولعب المباراة وعدم خصم الست نقط، كان الموضوع بقى كويس، كان الموضوع بقى شكله احسن. لكن النهارده كل حاجه اتكشفت. كان موضوع عدم اخذ القرار وتاجيله اليوم 15. ليه يوم 15؟ تعالى، ليه يوم 13 سيراميكا والاهلي، ويوم 13 نفس اليوم الزمالك وبيراميدز؟ ما يكون بقى كل حاجه اتضحت بقى من الاول من التاني. بس بقى لو اداره الزمالك اداره صاحيه ما تلعبش الماتش. مش هلعب ماتش تاني، العب ماتش سيراميكا ده ومش هلعب تاني. لما اشوف القرارات ايه، لما اشوف ايه اللي هيحصل. مش هتروح الملعب، مش هروح الملعب، انسحب من الدوري خالص. هتهبط، اهبط. هو الاهلي محتاج مساعده؟ بالراحه كده. الاهلي بيجيب الصفقات، احسن صفقات من الزمالك بيجيبها، احسن صفقات في افريقيا بيجيبها، احسن صفقات في العالم هيجيبها، واحسن مدربين هيجيبها الاهلي. ما هو انتوا شايفين اهو الاهلي بيصرف ايه والزمالك عامل ايه. انتوا شايفين كل حاجه باينه. اهبط، ايه، خلي الزمالك يهبط، احنا نرتاح والجماهير هترتاح والشارع هيرتاح وكله هيرتاح. ما انت شفت الاسماعيلي كان عامل ازاي في ال 2000. تعال شوف الاسماعيلي دلوقتي بيصارع على الهبوط. هو الموضوع مش موضوع رياضه. احنا بنديرها كده بالفلاين والالوان مش ماشيه رياضه، مش ماشيه كوره، مش ماشيه منافسه شريفه، رياضه ترفيهيه. مش رياضه ترفيهيه والله، لا. احنا واخدينها على قبول ان انت ايه، المنافس، يعني انت خصمي. في فرق لما تكون رياضه، وفي فرق. احنا بنشوف ان الدول المتقدمه، الدول اللي بره الرياضه، بنتفرج على النصر السعودي والهلال والاتحاد،